قبل ما نسمع الحكاية لازم نبص على القرية نفسها. قرية تونس هي مش الوحيدة في مصر اللي شهرتها الفخار، بس قدرت مع الوقت تبقى من أهم أماكن الفخار والخزف بسبب التجربة الفريدة اللي بتعيشها هناك. هنا الشارع نفسه عامل زي معرض مفتوح، ورش، جاليريهات، أفران، وقطع فخار معروضة قدام البيوت، حاجة عمري ما شفتها في مكان تاني في مصر. الفخار هنا مش بس منتج، دي لغة مشتركة بين أهل القرية واللي جايين يزوروها. عمرك ما هتتخيل المكان ولا قد إيه مختلف غير لما تشوفه بعينك، بس إحنا هنا هنحاول ننقلك إحساسنا من أول لحظة شوفنا فيها يافطة قرية تونس ودخلنا شوارعها. المدرسة اتأسست في سنة 88، أسستها مدام إيفلين بوري، دي ست سويسرية. وبرضه قبل المدرسة مدام إيفلين نفسها كانت يعني البداية كانت بتعلم الولاد عندها في البيت، كانت عاملة ورشة صغيرة. فلما العدد بدأ يكبر وبقى في ناس، فجت فكرة المدرسة بقى اللي هي حابة تعمل بقى مكان كبير يفيد كل البلد بشكل عام يعني. المدرسة قايمة على تعليم الولاد من أهل الريف والقرى المجاورة حوالينا، يعني بياخدوا الولاد بيعلموهم برضه بشكل مجاني كامل، مش بنتعارض مع الدراسة بتاعتهم برضه يعني. ما دي أحسن حاجة. وقت الأجازة بيجوا، ووقت أيوة. الدراسة بيروحوا يخلصوا الدراسة اليوم الدراسي بيفكرني بتاعهم وبيجوا براحتهم وبيروحوا براحتهم يعني. أيوة. برضه مفيش حاطين لهم التزام اللي مواعيد، هو اللي هو لازم أيوة. تجيني الساعة كذا وتمشي أيوة. الساعة كذا. يعني طفولتهم مش مدينهم حرية، مهدرة، عشان في الآخر ده طفل. أيوة. ده طفل لو صح. قلت له تيجي الساعة كذا وتروح الساعة كذا مش هيبقى على الأقل مبسوط. صح. من سن كام بقى لحد؟ بنبتدي من 10 سنين. من 10 سنين اللي هو السن اللي نقدر نتعامل فيه مع أيوة. مع الأطفال بشكل كويس، وبيبتدوا يستوعبوا كويس يعني. العدد برضه الولاد عندنا في المدرسة بيبقى عندنا حوالي من 25 ل 30 طالب صغير، وعندنا حوالي 10 كبار مدرسين بقى. ممكن الولاد يستمروا عندنا مثلا من 5 ل 10 سنين، بعدين لو حبوا يفتحوا ورشة خاصة بيهم، مدرسة بتساعدهم، حابين يكملوا معانا، المدرسة برضو بتساعدهم، مفيش أي مشكلة. عايز تعمل إيه بعد كده بقى؟ بعد كده؟ لما أكبر يعني؟ أيوه. أفتح ورشة ويبقى عندك بقى منتجاتك أنت. أيوه. إيه أكتر حاجة بتحبيه فيها؟ كل حاجة. كل حاجة؟ تعملي ورشة ولا لا حابة تكملي؟ لا أكمل. قولي يا ياسين، أنت يعني عملت قطعة شكلها عامل زي مج مثلا ولا طبق ولا عملت إيه؟ عملت طبق. وكان مرسوم فيه إيه يا ياسين؟ كان مرسوم فيه أشجار. أشجار؟ أنت اللي رسمتها؟ مش أنت، لكن أنت شكلت القطعة. وكنت مبسوط؟ شكرا يا ياسين، وشكرا يا ياسين من اكتر الولاد اللي منضبطين هنا وبيجوا باستمرار في المدرسه. بجد حابب فعلا الموضوع. بيبان، اعتقد بيبان. احنا بنعرف يعني، احنا حتى الولاد اللي بنقبلهم في البدايه مع الوقت بنكتشف هل هم جايين فور فن يعني جايين يتسلوا، ولا أيوة. فعلا جايين حابين ان هم يشتغلوا. يعني انا كنت سمعت حاجه يعني اتخيل انها فعلا حقيقيه، كان بيقول ان الحرفه بتناديه مش العكس. صح. يعني انا عجبتني الكلمه، لانه فعلا بيقول لي احنا في ناس قابلهم بيدوهم كورسات او حاجات زي كده او ورش، كانوا بيشتغلوا اشغال مهمه ويعني وحياتهم كانت كويسه جدا يعني، ويقدروا يعتمدوا على الشغل اللي هم فيه دوت كويس قوي، انما سابوا كل ده وراحوا للفخار. صح. هم لقوا نفسهم فيه ايوه، فكأنه فعلا هي اللي بتناديهم، مش هو. صح. هم بيلاقوا نفسهم في الفخار. ده حقيقي، ده حقيقي. الحرفة دي اتعلمتها من امتى؟ ويعني هل هي موروثة ولا لا دي حاجة اتعلمتها حديثا؟ يعني مش هقدر اقول هي موروثة او بس هي بالنسبة لي كانت هواية اتعلمتها عن طريق اخويا، كان بيشتغل ابتدى مع مدام إيفلين. أيوة. الست السويسرية اللي جت اول ست جت هنا في القرية وعلمت الناس يشتغلوا الحرفة دي. حبيتها عن طريقه فعلا، وابتديت كملت معاه لما هو قرر يعمل ورشة لنفسه ويفتح مشروع هو خاص. أيوه. بيه هو. أيوه. فأنا ابتديت معاه، ومن هنا اتعلمت كم سنة تقريبا؟ أنا ابتديت من 15 سنة. يعني فدي أنا يعني طبعا دي حظ حلو أو حاجة حلوة إن الواحد يبقى بيشتغل في حاجة بيحبها وبتريحه نفسيا أصلا. دي حقيقة فعلا. اللي جرب الشغل بالفخار أو اللعب بالفخار بيحس براحة يعني كبيرة جدا، هي اللي بتختار. فانت بتتعامل مع حد بيسمعك وتسمعه، وتقعد دايما حتى واحنا شغالين نقول له حاول
اديها ودنك، حاول تسمعها، تتكلم معاها علشان هي تحس بيك، فتبدا يبقى فيه تفاعل بيننا وبين أيوة. بين الحاجه اللي احنا بنعملها. ايوه يعني انا بجد الشغل بتاعكم والطريقه اللي بيتعمل بيها والاحساس اللي بيتنقل فعلا مع كل قطعه، الواحد حاسس ان كل قطعه فعلا فيها اكتر من حاجه، مش بس مجرد انها مج هستعمله او كوبايه او طبق او اي حاجه من الحاجات دي، لا هي قطعه فنيه هكافئ نفسي لما اكل فيها، يمتع نفسه بانه ياخد حاجه مبذول فيها المجهود ده وفيها شخصيه فنان. بالظبط، ده اللي احنا بنحب نسمعه من الناس، ده أيوة. هو ده الاحساس اللي وانا بشتغل ببقى عايزه بالظبط. انا دايما بحب ان انا ابقى موجود مع العميل بالظبط، علشان اشوف ايه الاحساس اللي ايوه بالظبط ايوه عايز يعني اقول بقى يعني الحاجات دي بتفرق جدا مع اللي بيشتغل، وبتديله بتفتح له، ممكن يبقى فكره، يبقى عندك فكره تديها له، لا بتفتح لي اماكن تانية كتير قوي اقدر اتحرك فيها، بتوحي لك بحاجه بالظبط. طب عايزين بقى نتفرج على شويه من المنتجات بتاعتك وتحكي لنا عن كام قطعه من الحاجات اللي قريبه ليك. تمام، يلا بينا. دي المنتجات بتاعتنا، ده الشكل النهائي. دي مثلا تعتبر سيرفيس عادي، طبعا دول ممكن يبقى بخور مثلا، ممكن حد يستخدمها لتمر، حد يستخدمها تسالي، حد زيتون بالظبط. يعني كل واحد دي افكار احنا بناخدها برضو من العملاء، يعني كل واحد بيوظفها بطريقته هو. صح كل واحد خياله يعني او احتياجاته. دي اطباق ممكن تبقى اطباق اكل رئيسيه، دمه خفيف قوي ده شكل الحمار، ودي من الحاجات مشهوره هنا في الفيوم بالظبط. كولكشن كلها جميله، والاطباق اللي ممكن تتعلق على الحيطان او يستخدمها على السفره او اي حاجه سيرفيس عادي جدا، او زي ديكور زي اللي احنا معلقينهم دول. طب انا حابه اعرف منك برضو، او نقول للناس بقى الناس هيلاقوك فين واسم المكان ايه؟ تمام، المكان ده محافظة الفيوم، قرية تونس، مركز يوسف الصديق. المكان إيبس ده بيشمل كل حاجة، اللودج والمطعم وورشة الخزف. ايوه هو المكان كله مريح جدا. شكرا جدا الحقيقه يعني، وتحس انها رحله فعلا على بعض كده، استمتعنا بكل حاجه، بالكلام وبالمنتجات وكل حاجه والاقامه كله حلو. شكرا جدا. شكرا.